عارض رغبة عائلته من انه يصير محامي وخاض غمار التمثيل، ورغم المنافسه الكبيره اللي صارت وقتها بينه وبين ابناء جيله الا انه بيعتز فيها لانها كانت شريفه وخلته يتصدر البطولات الاولى. اغلبيه اعماله اثارت الجدل مثل دوره الجريء بفيلم حمام الملاطيلي اللي نال عنده عدة جوائز بمصر وبالخارج، وتقرر تدريس دوره بهالفيلم بمعهد السينما وأكاديمية الفنون. ترأس نقابة المهن التمثيلية لدورتين متتاليتين. النجم القدير يوسف شعبان مكرم اليوم معنا بلبنان بمهرجان الزمن الجميل. ايه ده؟ الكلام ده موجود في الرواية؟ ابدا يا استاذ. امال ايه اللي بتقوله ده يا استاذ ابراهيم؟ بتألف حضرتك؟ انا اسف يا استاذ. راجع نص يا استاذ، قول بحرارة أكتر من كده، اتفضل. انك تفكري في الشيء كويس او وحش مرة واثنين وثلاثة لغاية ما توصلي لنتيجة. طب افرض وصلت؟ يبقى ده الاحساس. بدأ على المسرح الملحن والموزع الموسيقي بودي نعوم والفنانة التشكيلية ملاك متى لحتى يسلموا القدير يوسف شعبان الدرع التكريمي. اهلا وسهلا فيك بلبنان، نورتنا. هرم من أهرامات مصر الفنية، وصل لدرجة سمو الفن الراقي بمصر، وهو عمود من أعمدة الفن بمصر. فالأستاذ يوسف شعبان يعني يعجز الكلام إن يقدر يوصفه بفنه وبإنسانيته وبرسالته الفنية القادمة. هقول كلمة بسيطة جدا بحيث انكم تبقى سهرتكم ما يحصلش فيها عكنانة ولا حاجة. مفيش فن جيد من غير أخلاق جيدة، لازم الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الفنان هو القائد للشعب. الفنان حلم إنه هيطير في السماء، العالم مشي وراه وحقق له هذا الحلم تقديرا ليه وتقديرا لدماغه. ده الفنان الحقيقي. وانا سعيد جدا بانه ده نداء لعودة الفن الجيد في البلاد العربية، وشكرا جزيلا. زقفة كبيرة للفنان يوسف شعبان.